حالة من الصدمة بعد وفاة محمد عبد اللطيف زوج البلوجر الشهيرة مريم جودة. خبر وفاته كان غريب ومفزع جدا. القصة بدأت لما نشرت مريم صورة ليها مع زوجها أثناء الاحتفال برأس السنة، وقالت: الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عاوز أقولك إن دي أحلى رأس سنة في حياتي علشان بقينا مع بعض، ويا رب نفضل مع بعض العمر كله، يا عيوني أنت. لكن للأسف كانت الصدمة إن مريم أعلنت بعد ساعات من البوست ده وفاة زوجها. قالت مريم في البوست التاني: إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف، نسألكم الدعاء والمغفرة. ورغم ان مريم حددت موعد دفن الجثمان وهو بعد صلاة العصر، الا ان النيابة العامة قررت عرض جثة محمد على الطب الشرعي. قرار النيابة العامة سببه تشريح الجثة علشان يتم تحديد أسباب الوفاة، وكمان النيابة استعجلت التحريات بخصوص الواقعة وقررت استجواب أسرة المتوفى. وبعد إجراء الكشف الطبي على الجثة تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وإن مفيش أي إصابات ظاهرية في جسمه. خبر وفاة محمد أثار صدمة كبيرة جدا، خاصة إنه جه بعد ما نشرت مريم صور ليهم أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، وظهروا فيها مع بعض في حالة من السعادة والحب والبهجة. علشان كده ناس كتير فسروا سبب وفاة محمد المفاجأة إنها بسبب الحسد. مريم قالت إن زوجها توفى بعد أقل من 24 ساعة من نشر صور ليهم احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية، ومات من غير ما يشتكي من أي حاجة.